هو ينفع؟ على مدى خبرتي وشغلي مع الأطفال المراهقين، كان السؤال ده من أكتر الأسئلة اللي بتتكرر عليا منهم مهما اختلفت أعمارهم. كانوا بيقولوا لي السؤال ده أول ما اقترح عليهم إن يجربوا يلعبوا اللعبة اللي بيحبوها واخدة كل وقتهم مع مامتهم أو باباهم، أو حتى لو كانوا مراهقين وعايزين يقضوا أغلب اليوم بتاعهم مع أصحابهم بره البيت، واجي اقترح عليهم يعملوا ده مع مامتهم أو باباهم أوقات، كلهم كانوا بيردوا عليا باستغراب ويقولوا لي هو ينفع؟ وكانت دايما إجابتي طب ما تيجي نجرب. أنا عارفة كويس إنك طاحن نفسك في الشغل عشان تبقى في منصب اجتماعي عالي وما تحرمش ولادك من حاجة، بس اللي انت مش واخد بالك منه إن كل ده فصلك عن عالم ولادك. فيا ريت قبل ما تتذمر وتلوم ابنك على المشاكل اللي بيعملها، فكر الأول، هو أنا بشارك ابني الاهتمامات والألعاب والهوايات اللي واخداه مني، ولا أنا الحاضر الغائب في حياة ابني ومعرفش عنه غير قليل؟ أو حتى في الوقت اللي انت بتقعد فيه معاه بتشاركه اهتماماته وألعابه اللي هو بيحبها ومهتم بيها ولا لأ؟ صدقني انت محتاج تفكر. وخلي بالك انا هنا مش بكلمك انك توفر وقت تقضيه مع ولادك، ده ليه حلقة منفصلة. انا بكلمك عن مشاركتك ليه للحاجة اللي هو مهتم بيها وبيحبها. يعني مثلا ابنك بيقضي طول الوقت في اوضته بيلعب اكس بوكس وانت ما بتشوفوش، جربت مرة تدخل وتلعب معاه؟ افتكر مرة ولد كان عندي كان في قمة سعادته لمجرد ان باباه ومامته قرروا يشاركوه دور في لعبة ليدو، لانه بيحب اللعبة دي جدا، بس ما كانش متوقع انه ينفع. اما بالنسبة للاهل، كنت اول ما اتفق معاهم يشاركوا ولادهم فعلا ويعملوا ده، كانوا بيستغربوا جدا انه بيحصل التغير في حياة اولادهم وحياتهم هم كمان اللي كانوا دايما بيتمنوه. فيا ريت ادخل عالم ابنك وشاركه اهتماماته، لانك لما بتدخل العالم بتاعه هو هيقدرك في العالم بتاعك، وهتلاقي مشاكلك معاه قلت لانك بقيت جزء حقيقي من العالم بتاعه مش منفصل عنه. جزء حقيقي حسب مفهوم ابنك مش مفهومك انت. شارك ابنك وما توصلوش ان يسأل بيأس سؤال هو ينفع؟ والاهم، اوعى تيأس، انت لسه قادر على تغيير حياة اولادك. اشوفكم على خير المرة الجاية.